اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم متابعيني. تعالوا نشوف النهارده اسرع الناس اللي بتطبخ في العالم. الراجل دوت بيقطع بطريقه سريعه جدا، يعني ماسك كميه كبيره جدا من الخضره وبيقطعها بحرفيه في اقل وقت. يعني ده شغل مطاعم عالي يعني. بص بيقطع ازاي بسرعه رهيبه، هيخلص الكميه في دقيقه وهو مبسوط قوي وهو بيقطع. دول بقى مجموعه من العمال بيشتغلوا بحرفيه عاليه جدا، بيساعدوا بعض يعني، او منظمين الشغل ان هم يخلصوا الشغل يعني بسرعه، ولياقه بدنيه عاليه جدا ان هو يرفع الليمونه بايديه بايد واحده. يعني دي تقيله مش خفيفه، يعني ده اسمنت. يرفعها يناولها اللي فوق واللي فوق يناولها اللي فوق بطريقه منظمه وكمان مضحكه. ان هم شكلهم جميل جدا مترصصين كده اهوت، وده يناول دوت على بعد. شوفي المسافه قد ايه من الدور الارضي للدور الثالث تقريبا. بس النظام حلو مفيش كلام. تعالوا بينا بقى نشوف اللي بعده. ده برضو بيناول العامل التاني برضو بنفس الطريقه، بيساعدوا بعض. بس ازاي الحاجه مش بتقع منهم مش عارفه، يعني هما متعودين على كده اساسا من الشغل، من كتر ما هما بيمارسوا الشغل دوت متعودين ان هما يعملوا كده. لكن احنا لو جينا عملناها الحاجه طبعا هتقع، محدش يجرب الحاجات دي. بنرفعها كده مره واحده وبعد كده ننزلها. ده بقى عجبني جدا جدا. ده بيشيل الفرو بتاع الصوف بطريقه سريعه جدا، يعني هتحس ان في حاجه غريبه كده اهوت، وفي اقل من دقيقه. طبعا هم بيعملوا مسابقه مين هيخلص الاول. كل واحد ماسك خروف وبيحاولوا يخلصوا سوا. هنشوف مين هيخلص الاول. بس شكلهم غريب جدا، هم بيشيلوا الفرو بتاع او الصوف بتاع الخروف، بيشيلوا بسرعة جدا. تقريبا الأول واحد الأبيض هو ده اللي خلص، هما الاتنين بيض. ودي برضو مسابقة في مكن، أو كل واحد قدامه مكنة يصلحها ازاي أو يشوف العطل اللي فيها ويخلصوا بسرعة جدا. يعني المسابقات ديت بيبقى فيها تحفيز عالي جدا. تقريبا اللي هيخلص أول واحد يعني، ولا ده ولا ده، اللي هو مش باين في الكاميرا أساسا هو اللي هيخلص. كل واحد قدامه مكنة مختلفة كمان، او هما بيعملوا حاجة غريبة احنا مش فاهمينها. فهمونا طب يا جماعة يا جدعان، ترجمة اي حاجة. ده بيقطع البطاطس شرايح صغيرة خالص بطريقة يعني بطريقة سريعة ورقيقة كمان. ده هيشوف هيعمل البيتزا، هيخلص البيتزا او يدخلها الفرن في كام ثانية، مش دقيقة، كام ثانية. هيفرد العجينة اهوت، بعد كده يحطها في الصينية يعني. وبعد كده يحط عليها بقى الجبنة الموتزاريلا والحركات والاكل والحاجات ديت، ويدخلها في الفرن على طول. مش هيكمل دقيقة على فكرة، 30 ثانية بالظبط. ده بيعمل حلوى للاطفال. بصوا بيقطعها ازاي، ولون الحلوى غريب جدا، لونه اسود. حلوى ايه دي يا جماعة؟ بس طعمها بيبقى عامل زي الملبس. ده مصنع ملابس او مصنع هدوم، بيقطع بيعد القطع بتاعة الملابس او الحاجات ديت، عاملينها لحاجة معينة فبيعدها بطريقة سريعة جدا. الراجل ده بقى بيعمل مشبك، ابعت لنا حتة مشبك عشان احنا بنحب المشبك. بتبقى عجينة كده اهوت، بيلففها كده اهوت بشكل ايوه كده، ويحمرها في الزيت، بعد كده يحطها في الشربات. الراجل ده بقى بيشيل كمية شكاير اسمنت، يعني يجي 15 شكارة. الشكارة الواحدة فيها 40 كيلو، يعني اضربي 15 في 40، هنقول الاول 10 في 4 ب400، وحط عليهم تاني 200، يعني 600 كيلو. يعني الراجل دوت شايل 600 كيلو اسمنت على دماغه، يمكن اكتر كمان. بجد يعني قوة بدنية عالية جدا. اوعى يحصل لك حاجة، انا مش بقر، انا بحسب بس. ده بقى بيرتب الطوب، بس مش سريع اوي بالنسبة من وجهة نظري، يعني بيرتب الطوب ترتيب عادي بالشكل دوت. بس ممكن يكون منظم شوية، يعني ممكن واحد غيره لو ما عرفش يتلخفن شوية. ده بيرتبها كده بالشكل ده. خلاص يا عم الحاج كفاية. ده بقى بيقطع خيار، شغل مطاعم يعني. للسوشي. طريقة حلوة جدا يعني، وكمية الخيار وخيارات صغيرة. بص بيطلعها ويرققها، بص بالشكل عامل ازاي. والقلب بتاعها مش بيحطه، يعني ده بيتحط تزيين او بيتلف بيه السمك يعني. طريقة عجبتني جدا بصراحة. ويحط القشر لوحده. السمكية ابعت لنا السمكية دي يا عم الحاج، يا عم الحاج ابعت لنا السمكية دي. ده برضو بيقطع السمكية بيخليها، بيخلي السمك لوحده. ده ممكن يتعمل منه سمك تونة او حاجة، بس طبعا يبقى غالي جدا. بص السمكة وحمارها وجمالها وحلويتها وحلويتها.